مساء الفل. خرج علينا الاستاذ خالد طلعت بتصريح على احد القنوات الفضائيه بحاجه غريبه، ان سبب تفوق المغرب والاردن السعوديه والامارات هو تعدد الفرق الحاصله على الدوري المحلي، يعني المنافسه المحليه هي سبب تقدم الانديه دي، وتغافل عن كل حاجه تانية اهلت المنتخبات دي توصل للمستوى ده من بنيه تحتيه، ملاعب، تطوير، تكنولوجيا. حصرها بس في نقطة ان الاهلي بالمعنى الحرفي او زي ما لمح له القطب الواحد في منتخب مصر هو الحصر على الدوري في اخر فترة، هو ده سبب انهيار المنتخب المصري. هو راجل بيتكلم بلغة الارقام، تقول لي هي الارقام ما بتكذبش، صحيح، والارقام برضه ما بتقولش الحقيقة. طب ازاي؟ يعني نرجع مع بعض لفترة من 2000 ل 2004 كان في منافسة شديدة جدا على الدوري المحلي ما بين اسماعيلي وزمالك واهلي، يعني الدوري المصري كان قوي جدا في الفترة دي. طب الوضع ده انعكس على المنتخب بايه؟ كلنا فاكرين ان المنتخب كان في اسوأ فتراته في البطولات الافريقيه او حتى التاهل لكاس العالم، يعني تقريبا كنا ضايعين رغم المنافسه الشديده. طيب على الناحيه الثانيه في فتره الجيل الذهبي للكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه 2006 2008 2010 الاهلي كان هو المسيطر على الدوري وعلى البطولات المحليه. طب معناه كده ان فرقه واحده تسيطر افضل؟ لا، احنا بنتكلم في لغه الارقام، فالارقام زي ما بتكذبش برضه ما بتقولش الحقيقه كامله. الاهلي بعد كده استحوذ على فترات كبيره من الدوري، الان المنتخب فيها ما قدمش حاجه كبيره. رجع الزمالك نافس في 2020 لحد 2022، الزمالك حصل على لقبين دوري من الاهلي. طب الفتره دي المنتخب عمل حاجه في التنافسيه دي؟ ما عملش حاجه. اذا قوه المنتخب ما بتعتمدش بس على الاداء فرق، لا، ليها عوامل تانية كتير. المنتخب المغربي في افضل مشاركات ليه في كاس العالم فيفا قطر 2022 والاداء الاسطوري ما اعتمدش على قائمه لعيبه محليه، اعتمد على قائمه كلها محترفين في الدوريات الاوروبيه، 3 لعيبه فقط من الدوري المحلي، يحيى عطيه الله، يحيى جبران، واحمد رضا. اذا ما هواش قوه المنتخب المغربي جايه من قوه الدوري، رغم ان الدوري المغربي اخر 4 سنين 4 فرق مختلفه، ولكن كل قوام المنتخب المغربي من المحترفين. ما اقدرش اغزل قوه المنتخب، والناس بتخطط صح بقالها سنين وشغالين صح بقالهم سنين، عاملين بنيه صح بقالهم سنين، بيشاركوا بمنتخب رديف تاني في بطوله العرب عشان كمان ياخدوا النجوم دي او اللي يتالق منهم يساعد المنتخب الاول. في رؤيه واضحه الناس دي بتخطط ماشيه ازاي. احنا خدنا المنتخب الرديف المنتخب المصري وكانه منافس للمنتخب الاول، ما هوش يساعد المنتخب الاول. ما نزلناش بالاعمار السنيه او نطلع 2 3 لاعبين ناشئين او مراكز تقدر تدعمنا في افريقيا. اذا ما اقدرش يا استاذ خالد، حضرتك مشكورا ناقد كبير جدا، ما اقدرش اتكلم بلغه الارقام واحصرها في المنتخبات في لغه الارقام واقول اصل الدوري لما يكون قوي المنتخب قوي. لا، دي مالهاش علاقه بدي. الارقام ما بتكذبش وبرضه ما بتقولش الحقيقه كامله. نكمل كلامنا مع الكابتن خالد طلعت ونشوف في امثله كانت المنتخبات قويه جدا رغم ان ما فيش تنافسيه كبيره في الدوري المحلي بتاعها، وكذلك العكس في منتخبات زي المنتخب الانجليزي في اشهر دوري في العالم واقوى دوري تنافسي في العالم الدوري الانجليزي. هل ده خلق منتخب انجليزي قوي مرعب حاصل على البطولات؟ لا، ما هي مالهاش علاقه مين المستحوذ على الدوري. هنرجع لقوه المنتخب بناء على اسس علميه، او الناس دي اشتغلت ازاي واسست منتخبها ازاي من منتخبات الناشئين والاولمبي تصاعديا الى المنتخب الاول في العالم 1982 اللي حصلت عليه ايطاليا. الفتره اللي قبلها كان مستحوذ اليوفنتوس بشكل كبير على الدوري الايطالي. هل معنات كده ان نمجد في اليوفنتوس او المنتخب الايطالي او نذم في باقي الفرق؟ لا، احنا بنتكلم في ارقام مالهاش علاقه بدلائل. نتكلم مع بعض عن الفتره الذهبيه لاسبانيا، الحصول على يورو 2008، كاس العالم 2010، يورو 2012. طبعا كان برشلونه مستحوذ بفتره كبيره على الدوري الاسباني، برضو كان في منافسه شديده من ريال مدريد الاسطوري. طبعا احنا بنتكلم عن ناديين تقريبا مستحوذين على الدوري الاسباني. هل كده نقدر نقول اصل ما فيش منافسه غير قطبين زي الاهلي والزمالك عندنا؟ لا، هناك بس برشلونه مستحوذ بنسبه كبيره وبرضو ريال مدريد الاسطوري. لا. طب كاس العالم 2014 المانيا، طب ما المنتخب الالماني حصل على كاس العالم 2014 وكلنا عارفين سيطره العملاق بايرن ميونخ على الدوري الالماني. في منافسه من بروسيا دورتموند بس الاستحواذ لبايرن ميونخ. هل ده حقق بالسلب او بالايجاب؟ فرنسا خدت كاس العالم 2018 ونهائي 2022 وكانت قريبه جدا من اللقب الثاني. طب مع ان انا عندي باريس سان جيرمان هو المستحوذ على الدوري الفرنسي، ملهاش علاقه. اذا العلاقه ان انا اربط قوه منتخب وتصنيفه في الفيفا وادائه بفقط هل في تنافس في الدوري المحلي او لا، دي مقارنه وارقام خادعه وظالمه جدا ما تدلش على اي حاجه يا صديقي. شكرا.